النهارده جايب لكم منهاوة من عالم تاني، عالم بيكون فيه بعض البشر بيلاحقوا الشياطين ومهمتهم هي القضاء عليهم، وده علشان يحموا البشرية من الدمار. وقبل ما نشوف الحكاية دي ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. في البداية بنشوف واحد ماشي ورايح لبيت علشان يسكن فيه، وبيتكلم مع صاحب البيت ده وبيعرفه ان هو لسه نازل من القطر حالا، وعلشان كده بيدور على اي مكان يقعد فيه الفترة دي، ولانه شخص كحيان ومعهوش فلوس بيروح لارخص منزل في المدينة. ولما بيوصل بيكون المكان محطم وشكله كده ما يبشرش بالخير، ولما بيشوفوا الراجل بيستغرب من شكل البيت اللي من الواضح كده انه قرب يقع لوحده. فبيقول له صاحب البيت ما تخافش لان سعر الايجار هنا رخيص جدا، وبيعرفه انه لما يسكن في المكان ده هيعجبه جدا على عكس مظهره. بيوافق الراجل ده وبيدخل للبيت لانه كده اساسا هيقعد لشهرين بس. ولما بيطلع على السلم وصاحب البيت بيطلع وراه بيكون في نظرات خبيثة في عينه وبيقفل الباب في صمت. بعدها بيطلع الراجل اللي هيسكن في البيت وبيديله صاحب البيت المفتاح بتاع الغرفة، وبيقول له انا هسيبك بقى علشان تظبط امورك وهجيب لك عقد الايجار بكره. وبيقفل صاحب البيت باب الغرفة، ومن الواضح كده ان في حاجة مش طبيعية، ولكن في النهاية بيكون فرحان ان اخيرا حد اجر البيت بتاعه. وبيفكر صاحب المنزل ان هو جه اخيرا في الوقت المناسب علشان يأجر الغرفة، والا كان هيقابل الست العجوز، والست دي بقى بتقول ان الغرفة دي الاشباح بتسكنها. ما بيهتمش صاحب البيت بكلامها وبيعتقد ان دي مجرد خرافات، وبيقول في نفسه اشباح ايه وبتاع ايه، اهم حاجة في العالم ده هو الفلوس. في اللحظة دي بتظهر ايد مرعبة ورا صاحب المنزل وبنسمع صوت صراخ. على الجانب التاني بنشوف بقى الراجل اللي لسه مأجر الغرفة وبيكون راقد على السرير وتعبان جدا، ولما بينام في نقط من المية بتنزل عليه وبيكون في خيال مرعب، ومع ضربات البرق بنشوف وحش شرير واقف جنبه. في الوقت ده بنرجع بقى لصاحب البيت اللي فيه حد بيصحيه وبيقول له لو ما صحيتش هصحيك بطريقتي، وفجأة بنشوف حد بيديله بالبنية في وشه، ولما بيفتح صاحب البيت عينه بيترعب من المنظر، وبيكون دي الست العجوز وبيكون صاحب البيت خايف منها. وبتتكلم الست العجوز دي بقى مع الراجل اللي جاي معاها وبتقول له انا مش قلت لك هيصحى بطريقتي؟ وبيقول لها صاحب البيت هو انت يا ست ده انت وقعت قلبي في رجلي. وبيقول لها انت ضربتيني ليه وايه اللي حصل لي وايه اللي جابني هنا؟ في اللحظه دي بيتكلم الراجل اللي كان جاي مع الست العجوز وبيقول لها اعتقد ان انا فهمت كل حاجه. ولما بيستجوب صاحب البيت بيعرف منه ان كل اللي عمله ان هو اجر الغرفه، واثناء نزوله من على السلم في حد زقه مش عارف مين ووقع على السلالم، وعلشان مفيش نظام مراقبه في المكان مش هيعرفوا مين الشخص ده. ولما بيبص صاحب البيت للست العجوز بتكون غاضبه جدا وبيكون هو كمان مرعوب منها، وبتقول له الست العجوز انا مش قلت لك ما تأجرش الغرفه دي لحد تاني لانها غير صالحه للايجار وفيها اشباح مرعبه؟ فبيقول لها صاحب البيت انت شكلك بتخرفي، حتى لو قلت ده للناس مش هيصدقوك، انت بتتكلمي في ايه يا حاجه؟ بتنفجر الست العجوز فيه وبتقول له انت عبيط، الراجل ده اتقتل بسببك. بيتصدم صاحب البيت وبيقول لها هو مات ازاي؟ في اللحظه دي بنشوف ناس متجمعين بره البيت وبيتكلموا عن الشائعات وان الغرفه مسكونه، ولكن التقرير الطبي قال ان هو مات بسكته قلبيه. ومع وقوف الناس اللي بتتفرج على اللي بيحصل بنشوف شاب وسيم كده وبيقول الموضوع ده صعب شويه، وبيبدا في تحريك ايده بحركات متتاليه وبيقول ان هو بس بيعرف يفتح العين السلبيه، ولما بيتم حركاته بتظهر قوته واللي هي العين السلبيه الذهبيه واللي بتقدر تشوف من ورا الحيطه وبتحدد مكان الاشباح. ومع استخدامه لقوته وهو بيفكر في الموضوع ده بيقطعه شخص اللي بيتكلم من وراه، وفي الحقيقه بيكون طفل صغير وبيقول له ايه ده مش الحركه دي اللي بتيجي في الانمي؟ انا بعرف اعملها انا كمان. بيتضايق الشخص اللي كان بيستخدم قدرته ده وبيقول انا فكرت نفسي اتقفشت خلاص، وبيقول انا عارف الحركات اللي انت كنت بتعملها دي، وبيحط الطفل ده المصاصه في بقه وبيبدا في تقليده وبيعمل حركات سريعه جدا وبيخيب ظن الشخص ده في النهايه. ولما بيخلص الطفل لعبه وحركاته دي بيكون الشخص ده اختفى من مكانه، وبيكون الطفل متضايق لانه مش لاقي المصاصه بتاعته. وفي اللحظه دي بنشوف الشخص ده ومعاه المصاصه بتاعته وبيقول في نفسه ده شكله عيل عبيط لان دي مش حركات النينجيتسو وانما حركات التاويزم. وبيكون الشخص ده متضايق لانه بقاله كتير بيبحث عن الشياطين وفي النهايه ما بيلاقيش حد، وبيقرر في نفسه ان حتى لو فشلت عينه الذهبيه في الكشف عن اثر الشياطين فمفيش حل تاني غير انهم يهدموا البيت ده. وبيقول في نفسه انا لازم افكر في طريقه اقبض بيها على الشيطان ده وساعتها هسحقه حتى الموت. في اليوم اللي بعده بقى بنروح لمكتب العقارات بتاع صاحب البيت وبيكون قاعد بيفكر انه هو ملهوش ذنب باللي حصل وان الراجل مات بسكته قلبيه وهو
هو ملهوش دعوة، وبيكون زعلان مش لان الراجل مات، لا لان الفلوس راحت منه. في الوقت ده بيدخل حد من الباب بتاع المكتب، بيلتفت صاحب المنزل بتلقائية للزبون وبيقول له انت هتشتري ولا عاوز تأجر؟ ولكن لما بيركز بيتصدم من الجمال، وبتقول له الزبونة دي انها عاوزة تأجر البيت المسكون، وبيكون صاحب البيت المسحور بجمالها موافق على اي حاجة. ولكن لما بيركز كده بيقول لها ايه ده بيت مسكون؟ ايه مفيش بيوت مسكونة. فبتعرفوا الزبونة دي انها سمعت عن كل حاجة حصلت في البيت ده، حتى الراجل اللي مات امبارح. فبيسألها صاحب البيت امال انت عاوزة تأجري فيه ليه؟ فبتعرفوا ان هي من مهاويس التيك توك، فبتعرفوا ان هي من الاشخاص المهووسين اللي بيفتحوا بس 24 ساعة دول، لان البنت دي عاوزة تستغل الترند وتصور المكان اللي حصل فيه الحادثة. وكالعادة صاحب المنزل ما بيهتمش طالما فيه فلوس، وبيديها مفتاح الغرفة وبيسيبها وبيمشي. وبتدخل البنت للغرفة دي وبتقول في نفسها اكيد الراجل ده مات هنا، وما بتهتمش باي حاجة غير انها بتروح تاكل شوية اندومي. في اللحظة دي بنشوف ايد بتتمد على رجلها، ولكن البنت بتحس بيها فبتبعد رجلها بسرعة، وبتقوم وبتجري وبتطلع حاجة من شنطتها. يا ترى هتطلع ايه دي؟ ولكن في النهاية بتطلع صورة الكراش بتاعها وبتحطها على الحيطة وبتحطها على الشباك على اساس انها تطرد الارواح الشريرة وكده. طلعت مهووسة في الاخر يا رجالة. في اللحظة دي بتقطع الكهرباء وبيظهر صوت مخيف من الخزانة، وبتترعب البنت دي وبتقول مين هناك، وبتحاول تخوف الشخص ده وبتقول ان هي معاها حاجات بتقضي على الوحوش. ولما بتفتح الخزنة بتترعب من الضوء الاخضر اللي بيخرج منها، وبتكون في روح شريرة وبتهجم عليها. ولكن المفاجأة ان البنت دي ما بتخافش وبتقول له انت طلعت مستخبي هنا، وبتفتح الخزانة وبتقبض عليه وبتقول له لو عاوز تلعب انا هلاعبك. وبتفتح الشنطة بتاعتها وبيكون فيها وحش، وبتقفل البنت دي الخزانة وبنسمع صوت ضرب في قلب الخزانة وايه معركة جامدة جدا. وفي النهاية الروح الشريرة دي بتحاول تهرب من المكان وبتكسر الخزانة بتاعة الغرفة. ولكن الشيء الغريب ان البنت دي شكلها متعودة على الحاجات دي كلها، وبتحذف شنطتها اللي بيكون فيها بوابة سحرية بيدخل فيها الوحش بتاعها بالروح الشريرة. واول ما بيدخلوا بتقفل الشنطة بسرعة، وبتتكلم البنت دي وبتقول ان الوحش بتاعها ده هو الطائر الاسود اللي بيخلي الارواح الشريرة تظهر، وبتقول للروح الشريرة لو مش هتظهري من مكانك انا هجيلي. وفجأة بتظهر روح شريرة ومرعبة جدا، وبتكون على وشك الهجوم على البنت الضعيفة دي وتقتلها. ولكن ايه اللي بيحصل ده؟ البنت الضعيفة دي بتضرب الروح الشريرة على وشها، فبتتألم الروح الشريرة دي، وبتدي البنت دي الروح الشريرة بنية على وشها لان صوتها عالي جدا. وبتقول لها انت عاوزة تصحي الجيران ولا ايه؟ وبتقول البنت دي ان مش من المريح انها تتحرك في الجسم ده. بتخاف الروح الشريرة وبتقول لها انت مين؟ فبتقول لها البنت انت غلطتي لما استعملت خدعة تخويف الاطفال، انت فاكراني زيهم ولا ايه؟ وبتقول لها البنت ان الارواح الضعيفة هم اللي ما بيقدروش يشوفوا تنكرها وهيئتها الحقيقية. بتعمل البنت تعويذة وبتتحرر من شكلها ده، ولما بيشوفها الوحش بيترعب جدا. ولما بيتكلم البنت دي او الشخص اللي احنا مش عارفين هو بنت ولا ايه، بيقول ان هو من نخبة قاتل الشياطين لمدينة لوسانغ، وبنعرف ان هو الشخص اللي كان واقف بيستخدم العين الذهبية في البداية، وانه اتنكر في الهيئة دي علشان يقبض على الروح الشريرة، وشكل تنكره جاب نتيجة. بيتكلم الشخص ده اللي بنعرف ان اسمه تانكاكا او هنخليها تانكا، وبيتكلم تانكا مع الروح الشريرة وبيقول لها انت لما قدرتي تخفي هالتك الشيطانية ومعرفتش اشوفك بعيني الذهبية اتنكرت كطعم علشان اقضي عليكي. بيقول لها تانكا انا هقتلك بصباع واحد. بتتحول الروح الشريرة وبتقول له ده لو عرفت تعمل حاجة او عرفت تشوفني. ولكن سرعان ما بيتم الهجوم عليها بهجمة غير مرئية، وبيكون الروح الشريرة مش عارفة ايه اللي بيحصل. فبيقول لها تانكا ايه انت مش عارفة تصد هجمتي ولا ايه؟ للمرة التانية هقولك ان الوحش بتاعي بيخلي اي روح شريرة تكون ظاهرة ليا. فبتحاول الروح الشريرة انها تهرب من المكان، وبتقول في نفسها ان هي لازم تستنى عودته. بتحط ايديها على الباب علشان تفتحه، ولكنها بتيجي على الصورة وبيتم صعقها وتدميرها حرفيا. وبنكتشف ان الصورة دي مش محطوطة من فراغ، وان عليها تعويذة بتمنع الارواح الشريرة من الهروب. علشان كده تانكا حطها على الباب والشباك، وبيقول لها تانكا في الحقيقة انت اضعف من اللي انا توقعته، والرمز ده هيظهر هيئتك الحقيقية. ولما بيشوفها تانكا بيقول لها انت كده شكلك بطاطس مهروسة، وبنشوف هيئتها الحقيقية اللي بيكون على هيئة وحش شيطاني صغير. وبيقول لها تانكا بقى انت الصغير اللي بتحير ده انا هجيب اجلك. وبيضربوا تانكا بصباعه كده فبتخبط دماغه في الحيطة، وبيقول لتانكا انا مفيش روح شريرة ما بقدرش اقبض عليها. في اللحظة دي بتتكلم الروح الشريرة وبتقول له انا ما اقدرش اغادر المكان ده لانها لسه ما رجعت. بيستغرب تانكا وبيقول لها مين دي؟ انت بترعبي الناس علشان انت مستنيه حد؟ فبتتكلم الروح الشريرة وبتحكي قصتها كاملة، واللي هي ان هم في الماضي بسبب ضعفهم كانت طريقتهم الوحيدة للنجاة هي الاختباء
الانتهاء والهروب والقضاء على الاشخاص اللي بيحاولوا يقبضوا عليهم، ولانهم كانوا عاوزين يعيشوا في مكان هادي جم للمدينة دي. ولكن للأسف اللي محدش توقعه ان الارواح الشيطانية التانية تعاونت مع قاتل الشياطين في المدينة وبدأوا يحاولوا يقبضوا على الشياطين التانيين. ومع تعاون قاتل الشياطين مع الارواح التانية تم ابادتهم في مهمة واحدة، ولما هربت الروح الشريرة دي كانت هي الوحيدة اللي فضلت عايشة، وبسبب اصابتها البالغة استخبت في المنزل ده لمدة طويلة ما قدرتش تحددها بسبب نومها علشان تستعيد قوتها. والله تانكا انا بسألك مين الشخص اللي انت مستنياه؟ كلم الروح الشريرة كلامها وهي بتبكي، وبتعرفوا ان هي لما صحيت من نومها لقت العالم كله اتغير وبقى فيه وحوش حديدية ضخمة ومباني كبيرة وحاجات كده غريبة يعني. وبتقوله بسبب الحاجات دي ما كانتش عارفة تعيش في المدينة، فرجعت تاني للغرفة دي. ولكن في شخص لقاها وهي كانت عجوز ما بتشوفش، وعلشان كده اعتنت بالروح الشريرة على اساس انها قطة صغيرة. وفضلت الروح الشريرة عايشة معاها لمدة طويلة لحد ما في يوم من الايام وقعت على الارض لوحدها. ولما الروح الشريرة حاولت تساعدها وتأكلها استمر الموضوع لعدة ايام ومفيش فايدة ومفيش اي استجابة او حركة من الست العجوز دي. ولكن بعدها في حد جه واخدها، ولحد دلوقتي الست العجوز ما صحيتش والروح الشريرة مستنياها. في اللحظة دي بيكون تانكا متضايق من كلامها، ومع بكاء الوحش ده بيديله تانكا في وشه وبيقول له ما تتكلمش تاني، وبيقول له انا هتحقق من هويتك. وبيفتح موبايله وبيشغل تطبيق كده وبيثبت الوحش، وبيظهر من نتيجة الهوية انه وحش كاروكال وهو فعلا فصيلة منقرضة. وبيكون الروح الشريرة مرعوبة من الموبايل اللي بيتكلم، وبيكتشف تانكا ان الارواح دي انقرضت من القرن الماضي بسبب ابادة الشياطين. وبيفكر تانكا وبيقول ان مكافأة الامساك بالروح دي هي مجرد 2000 عملة بس، لكن الامساك بالروح دي اكثر تشويقا. وبعيون الشخص المعذب بيقرر انه يحتفظ بيها علشان يبيعها في السوق السوداء. ولما بتسمع الروح الشريرة السوق السوداء بتترعب وبتفكرها زي السلخانة كده. ولما بيمسكها تانكا بتقعد تعيط وبتقول له سيبني في حالي. في اللحظة دي بيتكلم تانكا وبيقول لها رغم ان انت روح شريرة ثمينة الا انا مستحيل ابيعك، وكمان من المستحيل ان الست العجوز اللي كانت بتربيكي دي ترجع، ولكن من الوقت الحالي مش هتكون وحيد وبائس تاني. بيمتلئ الوحش بالامل وبيبتسم تانكا ابتسامة شريرة، وبيعرفوا تانكا انه هيكون سنده الوحيد في الحياة دي. وبيقول له انا هسميك الاسود الصغير. ومع بكاء الروح الشريرة وبيقول له انه عنده اسم. بيقول له تانكا بقول لك ايه، هتوافق على الاسود الصغير ولا لا؟ بتوافق الروح الشريرة وهي فرحانة جدا وهتموت من الفرحة، ولكن تانكا بيصدمها وبيطلع قفص وبيقبض عليها، وبيتم سحب الروح الشريرة لداخل القفص. بتبدأ الروح الشريرة في البكاء وبتقول له سيبنا نخرج، وبتقول ان البشر كدابين وعمرهم ما بيكونوا صادقين. في اللحظة دي تانكا بيكون فرحان انه قبض على الروح الشريرة، ولما بيجيله تقرير عن مهمة القبض على الروح الشريرة بيقرر انه يختار ان المهمة فشلت. في الوقت ده بقى بنروح لمكان بناء، ومع حفر العمال بيلاقوا قطعة اثرية، ولما بيحاولوا يحددوا قيمتها علشان يبيعوها او يستفادوا منها بيبدأوا في الخناق مع بعض. وبيقرر واحد منهم ان هو يروح علشان يفتحها ويتأكد من كلامه، ولما بيروح بيلاقي ان هي متغطية بكتابات غريبة فبيشيل الغطا ده، ومرة واحدة بتظهر حاجات غريبة. فبيسأل العمال صديقهم ايه اللي في قلب الجرة دي، وبيستغرب العمال لما صديقهم ما بيردش عليهم، وبيروحوا علشان يشوفوا ايه اللي حصل له. وفي الحقيقة بتكون روحه بتتسحب داخل الجرة. وتعالوا بقى احكي لكم نبذة مختصرة عن الكاروكال. الكاروكال دول مجموعة من الشياطين اللي بيعيشوا في المستنقعات وفي الغابات عموما، والشياطين دي بتمتص هالة النباتات علشان تعيش وما بيهاجموش حد من الاخر، وبيكونوا عندهم القدرة على التمويه والتحول، وبسبب قدرتهم دي ما بيكونش حد قادر يقبض عليهم. وكمان بنعرف انهم ارواح شيطانية قوية جدا، ولكنهم انقرضوا من قرون فاتت. والقفص اللي تم حبس فيه الروح الشيطانية ده هي أداة نادرة للإمساك بالشياطين المادية، وفي شرطين أساسيين علشان يتم استخدامهم والقبض على الشياطين. والشرط الأول هو أن تكون الروح الشيطانية مصابة إصابة بليغة، أما الشرط الثاني بقى والأهم إنها تكون واثقة في الشخص اللي بيستخدم الصندوق ثقة عمياء. علشان كده تانكا ضحك عليها وقال لها أنا سندك الوحيد وأنا الأمل وأنا كل ده. المهم بقى بنشوف واحدة راكبة دراجة نارية وبتكون مستعجلة جدا وماشية في المطرة، وبتكون متضايقة لأن الدنيا بتمطر في الوقت ده، وكمان لأنها حصلت على طلب كبير وما ينفعش تتأخر عن 5 دقايق، وبتزيد سرعتها وبتنطلق بسرعة جنونية. على الجانب التاني بنشوف شيء بيخبط في الأرض بتاعة الطريق، وبتكون البنت دي فرحانة لأن الطريق ما فيهوش زحمة، ولما بتزيد سرعتها بالموتوسيكل بتخبط في حاجة غير مرئية وبتقع في الأرض وبتتدمر حرفيا وبتصاب إصابات خطيرة. ومع لفظ أنفاسها الأخيرة بتقول إن هي ما شافتش أي حاجة قدامها.
ازاي وقعت كده. في اللحظة دي بنشوف اثار اقدام مخيفة وبيظهر وحش غير مرئي. فيا ترى مين البنت دي؟ وهل الوحش ده هيقضي عليها ولا عاوز منها ايه؟ وايه حكاية طنقها وقاتل الشياطين دول؟ لو عاوز تعرف كل ده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وسلام.